تخيل معايا كده موبايل مش بيفصل شحن، بطاريتك مش بتنقص، ولو نقصت ما بتفضاش، وانسى بقى انك تسيبه على الشاحن عشان الكهرباء بتاعته بتيجي من الهواء. طبعا انت بتقول في بالك دلوقتي الواد ده بيهبط، بس هي دي الحقيقه. احنا على بعد خطوه واحده بس ان احنا يبقى عندنا كهرباء من الهواء. طواحين الهواء هي حل كبير جدا اننا نستخدمه عشان كهرباء الموبايلات. بص، احنا كنا عطلانين عشان نطور بطاريات تعيش لمدد اطول، وكان الاول معانا بطاريات الجرافايت او الجرافيت اللي كانت بتخلص وما بنعرفش نشحنها، وبعد كده اتطورت وبقى عندنا بطاريات الليثيوم. بطاريات الليثيوم دي بتتشحن وبنستخدمها في الموبايلات دلوقتي، والبطاريات دي بصراحه اتطورت مع الوقت وجودتها اتحسنت، والاجهزه نفسها اتطورت فبقت تاخد كهرباء اقل وبتقعد فترات اطول. فنيجي كده لمفترق الطرق، هل نقدر نستخدم مصدر طاقه للموبايلات يقعد فترات طويله من غير ما يبوظ او يخلص، او مصدر طاقه محتاجش اشحن موبايلي بعديه؟ ايوه، والفكره انه موجود في الطبيعه عادي جدا. سنه 2003 في مجموعه من العلماء اكتشفوا مجموعه من الخيوط هي مصنوعه من البروتينات، والخيوط دي بتيجي من مجموعه من البكتيريا اسمها جيوباكتر، والبكتيريا دي بتعمل حركه لطيفه قوي ان هي بتنتج الخيوط الصغيره جدا من البروتين اللي حجمها بالنانو، والخيوط دي في اوساط معينه بتتفاعل مع الميه وبتنتج تيار كهربي قليل. بس لو فكرت فيها كده، ميه وتنتج كهرباء اكيد مش تنفع مع التليفون بتاعي، وده فعلا اللي كان حاصل لحد سنه 2020. اما جه فريق من MIT وعمل مولد يستغل الخيوط دي اول ما يطلعوها من البكتيريا، وخدوها وبيضيفوا عليها شويه حاجات، وبدل ما بتتفاعل مع الميه بتتفاعل مع الرطوبه اللي في الجو وبتنتج كهرباء، يعني بالظبط تتفاعل مع الهواء. ولك ان تتخيل لما جربوها على مولد مساحته ربع مليمتر مربع طلعت نص فولت بحاله. يعني هو معلش انا اسف، هو نص فولت مش هيعمل اي حاجه في موبايلك، بس يعني اسمع مني، لو مش متخيل الحجم ده صغير قد ايه، فانت لو جبت كارت ميموري وعملت مولدات بحجمه بس هتلاقي نفسك عامل بتاع 5 فولت، والمولد بيتعمل من طبقه من فوق ومن طبقه من تحت من الذهب. هتقول لي ذهب غالي، هقول لك لا، رخيص، لان انت بتستخدم كميات قليله جدا ما يكملوش 20 جنيه في المولد الواحد، ودول بيمثلوا الاقطاب. وما بين القطبين دول خيوط البروتين اللي كل ما تتفاعل مع بخار الميه اللي في الهواء بتنتج كهرباء وتنقلها للقطبين، ويبقى معاك كهرباء جايه من الهواء. وطول ما انت عايش في بلد زي مصر رطوبتها عاليه، فتاكد ان المولد بتاعك هيفضل شغال. تخيل بقى لو عملنا ده في الموبايلات بتاعتنا بحجم المولدات الصغير ده، ممكن ما نحتاجش شواحن تاني لموبايلاتنا. وقول لي رايك في الكومنتات، لو في اختراع زي ده هتحب تستخدمه ولا لا؟ اشوفك الحلقه الجايه، سلام.